الروايات في هذا المقام أنه هناك في كتاب ابن شهر آشوب في المناقب من كتاب العلوي البصري، اسمعوا هذه العجائب، أن جماعة من اليمن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: نحن بقايا الملك المقدم من آل نوح، وكان لنبينا وصي اسمه سام، وأخبر في كتابه إنه لكل نبي معجزا، أن لكل نبي معجزا، عليكم السلام، وله وصي يقوم مقامه، فمن وصيك؟ اجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالوا بأنه احنا من بقايا قوم نوح، وكان لنبينا وصي اسمه سام، وقد أخبرنا عن طريق الكتب بأنه ما من نبي إلا وله وصي، فمن وصيك يا رسول الله؟ فأشار صلى الله عليه وآله بيده نحو علي بن أبي طالب. هنا حيرة الكم. فقالوا: يا محمد، إن سألناه أن يرينا سام بن نوح فيفعل. اللهم صل على محمد وآله. إن سألناه أن يرينا سام ابن نوح فيفعل. فقال صلى الله عليه وآله: نعم بإذن الله، وقادر أن يرينا سام ابن نوح. سام ابن نوح كم 1000 سنة، كم من السنين بينه وبين سام؟ قال: نعم بإذن الله. وقال: يا علي، قم معهم إلى داخل المسجد واضرب برجلك الأرض عند المحراب. فذهب أمير المؤمنين صاحب الأمر على الإطلاق في العوالم السبع، في السماوات السبع، في الأراضين السبع بإذن الله المتعال، فذهب وبأيديهم صحف، يعني الصحف اللي محفوظة أبا عن جد من سام إلى هذا الجيل، إلى أن دخل إلى محراب رسول الله صلى الله عليه وآله داخل المسجد، فصلى ركعتين، ثم قام وضرب برجله على الأرض. الضارب بالسيفين ضرب الأرض فانشقت الأرض وظهر لحد وتابوت. فقام من التابوت شيخ يتلألأ نور، وجهه مثل القمر ليلة البدر، وينفض التراب من رأسه، وله لحية إلى سرته، لحية طويلة، وصلى على علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سيد المرسلين، وأنك علي وصي محمد سيد الوصيين. اللهم صل على محمد.
أنا سام ابن نوح، أنا سام ابن نوح، آلاف السنين يقوم ويقول هذه الكلمات. أي مقام هذا؟ وهذه ليست روايات ضعيفة من حيث المصدر والسند، بل هي أقوى من أي رواية كما يتخيل الجهلة. أنا سام ابن نوح، فنشروا أولئك صحفهم فوجدوه كما وصفوه في الصحف، شكلا وهيئة ومنطقا ولسانا وبيانا كما هو منشور في صحفهم. ثم قالوا نريد أن يقرأ من صحفه سورة. شوف هذا هو فعلا سام، فليقرأ إن كان ابن نوح ووصيا لنوح فليقرأ من صحفه سورة. فأخذ في قراءته حتى تمم السورة، فلما تمم السورة سلم على علي بن أبي طالب: السلام عليك يا أمير المؤمنين، ونام على الأرض وطاح ومات، فانضمت الأرض.